هقول لك على 3 اكلات ما جربتهمش غير في بورسعيد. دي كانت اول مره اسافر بورسعيد، وعايز اقول لكم ان دي من اكتر المرات اللي اتبسطت فيها بالاجواء هناك بشكل عام وتحديدا في الاكل. رحنا ابن حميدو الفرع الاصلي، وديكور المطعم مختلف جدا واتبسطت بكل تفاصيله. اول حاجه شويه عصير كده نسخن، ودقت سلطه الكافيار ملهاش حل، واول مره اجرب سلطه الرنجه ما توقعتش انها هتطلع حلوه كده بصراحه. ندخل بقى على طبق البطارخ بالجبنه الموتزاريلا. انا عامه مش بحب البطارخ، بس هنا طعمها جميل جدا وبتدوب كده في البق، والموتزاريلا اللي عليها دي طعمها تحفه. نفصل بشويه ملوخيه بالجمبري مع رز السي فود مفلفل ومظبوط وبهاراته تحفه. السبيط والجمبري المقلي طعمهم احلى من بعض ولا كلمه. ودي سمكه بوري سنجاري عملاقه، تفتكروا وزنها قد ايه؟ ودلوقتي هنجرب الزلابية والتمرية. والزلابية عندهم شكلها غريب جدا عن الزلابية بتاعتنا، والتمرية هي طبقة مرمشة من بره واللي جواها ده تقريبا مهلبية. نطلع على سلسبيلة، موجود من 1975، واشهر حاجة معروف بيها هي الكاساتا، وهي ميكس ايس كريم وطبقة قشطة